لا حادث ربما ينجو من عقاب البشر ولكنه لا ينجو من عقاب الله. ثقافة القيادة مفقودة، ثقافة الاحترام مفقودة، ثقافة الالتزام مفقودة. أتدرون في شهر واحد كم مخالفة تسجل؟ هذه المخالفات التي تسجل ناهيك عن المخالفات التي لم تنتبه إليها الشرطة، 250,000 مخالفة شهريا. ما معنى هذا الرقم؟ أليس هو الاستهتار؟ أليس هو الاستهزاء؟ أليس هو التعمد في التجاوز على هذه القوانين؟ نقول لك أيها الشاب ولمن هو حاضر ولمن هو غائب، إذا أنت نجوت من عقاب البشر فاسمع ما أعد الله للمتهورين المخالفين الذين يتعاملون مع هذه المركبات ومع هذه الشوارع بدون احترام أو تقدير. أعد الله 5 أشياء، 5 أشياء إن كنت مستعدا لواحدا منها فافعل ما شئت. آية تحذرنا، آية صريحة يقول فيها العلماء بأنها كذلك تنطبق على من يتعمد في هذه الحوادث. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، خذوا كلمة متعمدا وضعوا تحتها خط، ثم اسأل هذا السؤال: الذي يقود المركبة ويتجاوز السرعة المحددة ألا يفعل ذلك متعمدا؟ الجواب نعم. الذي يقود المركبة ويشتغل بغير القيادة بالهاتف أليس متعمدا؟ الجواب نعم. الذي يقود المركبة ولا يلتزم بحزام الأمان أو من معه في السيارة بحزام الأمان أليس متعمدا؟ نعم. الذي يقود المركبة وهو مرهق أليس متعمدا؟ نعم. الذي يقود المركبة ويتجاوز المكان الخاطئ أليس متعمدا؟ نعم. الذي يقود المركبة وهي غير صالحة، الفرامل الإطارات تعبانة، ألم يكن متعمدا؟ الجواب نعم، متعمد 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 متعمد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. أتحداك أيها الشاب، أتحداك أيها السائق أن تتحمل نار الولاعة 5 ثواني في العين أو في اليد، فكيف بنار جهنم ما 5 ثواني خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، واللعنة هو الطرد من رحمة الله. إبليس ملعون وقاتل النفس ملعون بشهادة الحق جل جلاله، وأعد له عذابا عظيما، ما سجن 48 ساعة أو مخالفة 10 ريالات. عذاب الله غير عذاب البشر. هذا ما أعد الله لهؤلاء. المشرك خالدا في النار، قاتل النفس خالدا في النار، قاتل النفس متعمدا خالد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. المسألة ليست هينة عباد الله. الالتزام ليست حسب المزاج، سيارتي وأنا حر فيها. الالتزام واجب شرعي قبل أن يكون واجب وطني. نتبع قوانين المرور. فالإنسان الذي يعبث بأرواح الناس لا بد أن يسأل نفسه: لماذا أعد الله هذه ال5 أشياء؟ لأن الروح عند الله غالية. من غلاء الروح عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى:
من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نفس واحد، من قتل نفسا، فكيف بالذي قتل 720 نفس؟ فكيف بالذي تسبب؟ أليس هذا هو الفساد؟ شاب يقود مركبته بسرعة جنونية، مشغول بهاتفه، غير ملتزم بالحزام، يتجاوز المكان الخاطئ، يصطدم بسيارة أخرى فيها أسرة بريئة، الأب والأم والأولاد، يقتل 2 أو 3. أليس هذا هو القتل بالعمد؟ أليس هذا هو فساد في الأرض؟ هو بذاته وعينه. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها بالالتزام فكأنما أحيا الناس جميعا. عباد الله، هذه الحرب لم تأتي عبثا، هذه الحرب هي حرب بيننا وبين الله. سببها أننا تركنا عبادة الله، سببها أننا تركنا منهج الله، وسلط الله علينا بعضنا بعضا. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. تنبهوا عباد الله، فالأمر جلل والمصيبة عظيمة، والأرواح تفتك والأموال تستنزف، ولا بد أن نقف وقفة واحدة جميعا كي نوقف هذه المجازر التي تقع على الطرقات، لأننا لا نأمن إذا خرجنا من بيوتنا هل سنعود سالمين غانمين أم نكون ضحايا لهؤلاء المتهورين الذين لا يبالون ولا يهتمون ولا يحترمون. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.